السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة منديل. لو أول مرة تزورونا ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. واللي يحب يدعمنا يعمل لايك ويشارك الفيديو مع أصحابه. في الفيديو ده هنتكلم عن موضوع مهم جدا، موضوع بيغير مصير أي إنسان. الموضوع ده هو الانضباط. الناس دايما بتفتكر إن النجاح محتاج موهبة خارقة أو ظروف مثالية أو حظ كبير، لكن الحقيقة إن اللي بيصنع الفارق بين إنسان ناجح وإنسان عادي هو الانضباط. الانضباط يعني إيه؟ يعني إنك تلتزم بخطواتك حتى لو مش في مزاجك، حتى لو مش شايف النتيجة دلوقتي. يعني تصحى في وقتك، تنجز شغلك، تحافظ على صحتك، من غير أعذار ومن غير ما تستنى المزاج يجي. الفرق بين الحلم والواقع هو الانضباط. كلنا عندنا أحلام، لكن القليل جدا اللي بيحط خطة، والأقل اللي بينفذها يوم ورا يوم لحد ما توصل. الانضباط مش حاجة سهلة، لكنه عادة بتتكون، وكل ما تتمرن عليه أكتر بيبقى جزء طبيعي من حياتك. خليني أقول لك حاجة مهمة. الانضباط هو اللي بيخليك تستمر حتى في أصعب الأوقات. مثال بسيط: لو أنت قررت تتمرن كل يوم نصف ساعة، في البداية الحماس بيكون عالي، لكن بعد أسبوع أو اتنين هتبدأ تواجه لحظات ملل أو تعب. هنا يجي دور الانضباط. مش الحماس، الحماس زي الشرارة، بيولع بسرعة لكنه بينطفي. أما الانضباط فهو الوقود اللي بيخليك تكمل الرحلة للنهاية. الانضباط كمان مش بس في الرياضة أو الشغل، لكن في كل حاجة. في دراستك، في طريقة أكلك، في تنظيم وقتك، وحتى في طريقة كلامك مع الناس. أي نجاح كبير وراه عادة صغيرة اتكررت كل يوم، والعادات دي مش هتتكون من فراغ، هتتكون بالانضباط. إزاي تبني الانضباط خطوة بخطوة؟ أول خطوة: وضح هدفك. ما ينفعش تكون عاوز تبقى منضبط من غير ما تبقى عارف أنت ماشي فين. اكتب هدفك بشكل واضح، زي عاوز أنقص 5 كيلو في 3 شهور، أو عاوز أقرأ كتابين في الشهر. تاني خطوة: قسم الهدف الكبير لخطوات صغيرة. لو حطيت لنفسك هدف ضخم مرة واحدة هتتعب وتستسلم بسرعة، لكن لو قسمته لخطوات بسيطة هتلاقي نفسك بتتقدم. تالت خطوة: اربط الهدف بعادة يومية. يعني لو عاوز تذاكر ساعة في اليوم، اربط ده بعادة بتعملها بالفعل. مثلا بعد ما تشرب القهوة الصبح تقعد على طول للمذاكرة. رابع خطوة: استخدم قوة التكرار. حتى لو في يوم مليت أو زهقت، كمل بالعادات البسيطة. التكرار بيحول الحاجة الصعبة لروتين سهل. خامس خطوة: كافئ نفسك. كل مرة تلتزم حتى بحاجة صغيرة ادي لنفسك تقدير. مش لازم حاجة كبيرة، مجرد إنك تقول لنفسك برافو عليا، ده كافي يخلي المخ يربط الانضباط بمشاعر إيجابية. الأخطاء اللي بتخلي الناس يفشلوا في الانضباط: أول غلطة: إنك تعيش على الحماس بس. الحماس بيديك دفعة في البداية، لكن مش بيكمل. اللي بيكمل هو العادة والانضباط. تاني غلطة: إنك تحط أهداف كبيرة جدا من غير خطة. مثلا هبدأ من بكرة أتمرن ساعتين يوميا، طبيعي بعد يومين أو ثلاثة هتسيب. الحل إنك تبدأ صغير وتكبر تدريجي. تالت غلطة: إنك تستسلم أول ما تقع. مفيش إنسان بينجح من غير ما يغلط. الفرق بين اللي بينجح واللي بيفشل إن اللي بينجح بيرجع يكمل حتى بعد ما يوقف. رابع غلطة: إنك تقارن نفسك بالغير. لما تركز إن غيرك سبقك هتحبط. ركز على نفسك، أنت فين امبارح وأنت فين النهاردة. خامس غلطة: إنك تفتكر إن الانضباط يعني الحرمان. الانضباط مش معناه إنك تمنع نفسك من كل حاجة بتحبها. لا، هو معناه إنك توازن، تختار الصح في وقته، وتسيطر على نفسك بدل ما الحياة تسيطر عليك. إزاي تحافظ على الانضباط طول العمر؟ أول حاجة: اربط الانضباط بهدف أكبر. يعني إيه؟ يعني ما تبقاش بتعمل الحاجة لمجرد إنك تعملها. لازم تسأل نفسك: أنا ليه بعمل كده؟ إيه الهدف اللي وراها؟ كل ما الهدف يكون واضح ومهم ليك، كل ما التزامك يزيد. تاني حاجة: كافئ نفسك على الخطوات الصغيرة. مش لازم تستنى لما توصل لهدفك الكبير عشان تفرح. لا، كل خطوة صغيرة عملتها احتفل بيها. ده بيخلي مخك يربط الانضباط بمشاعر إيجابية. تالت حاجة: أحط نظام مش أعتمد على المزاج. يعني لو مستني نفسك تبقى في المود عشان تشتغل أو تتمرن، صدقني مش هتعمل حاجة. لكن لو عندك نظام واضح، مواعيد معينة والتزام بيها، ده اللي بيصنع الفرق. رابع حاجة: أحط ناس في حياتي تساعدني، سواء صديق بيشجعك أو مجموعة ماشية على نفس الهدف. وجود ناس جنبك بيفكرك دايما إنك مش لوحدك. خامس حاجة: راجع نفسك باستمرار. مرة في الأسبوع أو في الشهر اقعد واسأل: أنا مشيت إزاي؟
إيه اللي نجح وإيه اللي محتاج أغيره. المراجعة دي بتخليكي دايماً على الطريق. خليني أوضح لك حاجة مهمة. الانضباط مش معناه الروتين الممل. الانضباط معناه إنك تتعود تتأقلم مع التغيير وتفضل ثابت حتى وسط الفوضى. يعني مثلا المنبه بيضرب الصبح، انت بتقفله مرة واتنين وتلاتة. في اللحظة دي انت مش محتاج روتين إنك تصحى، انت محتاج انضباط يخليك تقوم حتى لو مش عاوز. نفس الموضوع مع المواقف اللي بتضايقك. ساعات بتتعصب أو بتحس بندم وضياع وقت. هنا بيبان الفرق بين شخص عايش على رد الفعل وشخص عنده انضباط. المنضبط بيحول الطاقة دي لإنتاج. بدل ما يضيع يومه في الغضب، يقوم يكتب، يتعلم حاجة، يشتغل على نفسه. الانضباط كمان مش موقف واحد، ده أسلوب حياة. يعني إيه؟ يعني كل مرة بتختار تمشي ورا خطتك بدل الكسل، أنت بتبني لبنة جديدة في نجاحك. وصدقني، النجاح عمره ما بيجي من الحماس اللحظي. النجاح أساسه الانضباط. والأجمل إن الانضباط ممكن يتعلم ويتطور، مش حاجة بتتولد بيها وخلاص. كل يوم بتاخد قرار صغير، حتى لو حاجة بسيطة زي إنك تشرب 100 بدل بيبسي، أنت بتدرب عضلة الانضباط جواك. وأنا عاوزك تفكر في حياتك، كام مرة سيبت حاجة عشان فقدت الحماس؟ لو كان عندك انضباط كنت هتكمل لحد ما تلاقي النتائج. الانضباط مش بس قوة شخصية، هو الفرق الحقيقي بين اللي بيحلم وبين اللي بيحقق حلمه. طب إزاي تدرب نفسك على الانضباط؟ خليني أقول لك خطوات بسيطة جدا. ابدأ بخطوات صغيرة، متحاولش تغير حياتك كلها في يوم واحد. مثلا قررت تصحى بدري، خليها ربع ساعة بس قبل ميعادك. ولما تلتزم زود تدريجي. اكتب التزاماتك، لما تسيب كل حاجة في دماغك هتتهرب منها. لكن لو كتبتها في ورقة أو على الموبايل هتفتكر نفسك إنك ملتزم بحاجة أكبر منك. حاسب نفسك، مش لازم يكون في حد بيراقبك، أنت بنفسك كافي. كل يوم اسأل، عملت اللي عليا ولا لأ؟ ولو قصرت اعترف وخطط تتدارك بكرة. خلي الانضباط عادة، يعني لما تعمل حاجة بشكل متكرر دماغك هيبرمج نفسه إنها تبقى تلقائية. زي ما بتغسل سنانك من غير ما تفكر، نفس الشيء ينطبق على عادة إنك تذاكر، تتمرن أو تكتب. حول مشاعرك لطاقة. لو حسيت بالكسل أو بالملل ما تستسلمش، خد المشاعر دي كإشارة، أنا محتاج أتحرك. زي ما قلت لك قبل كده، استغل الغضب أو الضيق في الإنتاج، مش في تدمير يومك. اللي عاوز أوصله إن الانضباط مش عدوك، بالعكس، هو الصديق اللي هيمسك إيدك ويوصلك للنقطة اللي بتحلم بيها. كل خطوة صغيرة بانضباطك بتقربك لحلمك حتى لو مش شايف النتيجة دلوقتي. في الآخر الحماس بيجي ويروح، لكن الانضباط هو اللي بيخليك تكمل الطريق لحد الآخر. خليني أديك أمثلة حقيقية. الأكل الصحي، كلنا بنقع في نفس الفخ. يوم تقول مش قادر أطبخ أو أرتب أكل فتطلب حاجة سريعة. الانضباط هنا مش إنك تحرم نفسك، لكن إنك تختار الصح أغلب الوقت. طبق سلطة صغير مع وجبتك، خطوة صغيرة لكنها فرق كبير. التمرين، مفيش حد بيصحى الصبح طاير من الفرحة إنه رايح الجيم. الفرق الوحيد بين اللي عنده نتيجة واللي لأ، إن الأول بينزل رغم الكسل والتاني بيقول بكرة. الشغل أو الدراسة، الانضباط مش إنك تقعد بالساعات على المكتب. الانضباط هو إنك تبدأ حتى لو مش عاوز. 10 دقايق كتابة، 15 دقيقة مذاكرة، ومع الوقت دماغك يتعود وتلاقي نفسك عملت ساعة من غير ما تحس. وهنا نرجع للفكرة الأساسية، الانضباط أقوى من الحماس. الحماس بيبدأ معاك يومين تلاتة، بس لو مفيش انضباط هتلاقي نفسك وقفت. لكن لو عندك انضباط حتى في أسوأ أيامك هتفضل ثابت لحد ما توصل. افتكر، النجاح مش نتيجة قرار واحد كبير، النجاح نتيجة مئات القرارات الصغيرة اللي بتاخدها كل يوم وانت بتختار الانضباط. عاوزك تفتكر حاجة مهمة جدا، الانضباط مش حاجة بتتولد بيها، الانضباط عادة بتتبني. كل مرة تقول لنفسك هكمل دقيقة زيادة، أو مش هضغط غفوة المرة دي، أو هكتب الصفحة دي حتى لو تعبان، انت كده بتزرع بذرة انضباط. وصدقني، البذور دي مع الوقت هتتحول لشجرة قوية. هتيجي أيام صعبة وهتحس إنك لوحدك، وهتلاقي نفسك بتسأل هو أنا ليه بعمل كده؟ لكن هنا يجي دور الانضباط، يرفعك، يمشيك خطوة صغيرة النهاردة وخطوة بكرة، لحد ما تبص ورا بعد شهور وتقول أنا قطعت قد إيه. الانضباط هو اللي بيخلي العادي غير عادي، هو اللي بيخلي شخص زيي وزيك يوصل لحاجة عظيمة. رسالتي ليك النهاردة، ما تستناش اللحظة الصح، ما تستناش الحماس، ما تستناش الظروف تتظبط.
ابدأ دلوقتي بخطوة صغيرة وكررها كل يوم. أنت تقدر، وكل مرة تختار الانضباط. أنت بتقرب خطوة من النسخة الأفضل من نفسك. لو الفيديو عجبك متنساش تعمل لايك وتشترك في قناة منديل وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. أشوفك في الفيديو الجاي.